أنا باكره جدًا المثل بتاع اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. الزبادي مالوش ذنب والله يا جماعة. خالص، على فكرة أنت عمّال هتبوّظ الزبادي، يعني أيوه، طَب هو ليه؟ مالوش ذنب يعني خالص في اللي إحنا فيه. ما هو مش معنى إن حصل لي موقف و2 و3 وحشين، بقيت مخوّن، فبقيت خايف، فبقيت أنا attitudeي متغيّر نظرًا إن أنا خايف، أنت فأنا مش طول باتعامل الوقت aggressive، بطبيعتي. طول الوقت حاسس إن أنت محتاج شكرًا. يعني واقف في حالة دفاع عن نفسك، أنت مش مضطر تعملها. زمان أنا مثلًا كنت شايفة خلاص شادي بيكذب عليَّ يبقى أنا هاكذب عليه، مش عارفة مين بيعمل إيه، بعدين قعدت كده مع نفسي اللي هو ثانية واحدة، ما أنا لو كذبت على الكذاب ونافقت المنافق وحوّرت على أنا أنا هابوظ، هابقى أوحش منهم أنا كلّهم. هابوظ بس. أيوه، أنا مش هابقى الشخص اللي أنا عارفاه، أنا مش هابقى عارفة إن أنا أتعامل، فكل الكلام ده هيتعكس عليَّ أنا، اهم. أنا مش هابقى مرتاحة، أنا مش هابقى مبسوطة، أنا هالاقي شخص أنا مش عارفة أتعامل معاه اللي هو نَفْسي، وأنا شايفة إن أهم شخص أنت لازم تعرف تهندله وتتعامل معاه وتحبه وتفهمه والكلام ده كله وتعذره هو نَفْسك، لإن أنت لو طلعت برّه الحتّة دي ما تستناش من حد يتعاطف معاك وأنت مش متعاطف مع نَفْسك، ما تستناش من حد يحبك وأنت ما بتحبش نَفْسك، ما تستناش من حد إن هو يفهم ويقدّر أنت عملت كده ليه، وأنت أصلًا شخص مش متسامح مع نَفْسك وبتيجي آخر اليوم بتعمل جلد لنَفْسك 100,000 مرّة.